خش بس كده اقول لهم 2 ماشنكاح لو سمحت. عايزين 2 ماشنكاح. ايه ماشنكاح ده؟ بقى معروف ما هو عليه اسامي غريبه بصراحه. حضرتك هتاكل ايه؟ احنا عايزين نحلي، هتاكل ايه؟ ماشنكاح. يعني هي بتبقى ماشيه كده. دايما تكونوا كويسين وبخير، ورجعنا لكم في فيديو جديد. أيوة. وفيو جديده او ريفيو جديد. ريفيو. ايه فيو ده؟ فيو ده عندي في الشغل ده، معلش. ريفيو جديد. احنا قبل كده كنا بنعمل الحاجات الجديده اللي بتيجي من بلبن. فبلبن دلوقتي عمل اختراعين جداد. فاحنا قلنا لازم نجيبهم ونجربهم ونقيمهم ونقول لكم عليهم. بس مش عارف ليه، هو ليه بيسمي اسامي غريبه قوي يعني ما الاسامي بقت قنبله. هو بيجيب الاسم اللي على هواه ايه. احنا النهارده معانا ماشنكاح. بلبن عمل حاجه اسمها ماشنكاح مانجا وماشنكاح لوتس. اللوتس ده تبعي. فاحنا يا ستي ما الف انا وشفا. انا عارف ان انت مدمنه لوتس. بس فاحنا قلنا هنجيب الماشنكاح بقى ونجربه سوا. ايوه. ونشوف الماشنكاح ده ايه بقى، ما انا مش عارف مكوناته. بص لا هو انا عارفه. هو رز بلبن. ده رز بلبن. استنى كده مكتوب رز اهو. استنى يا حاج بس كده نفتحه بس الاول. افتح. هو شكله مغري اصلا. بص هم حاطين ايه بقى؟ حاطين رز بلبن. ماشي. ودي اللي هي الملفيه، العجينه بتاعت الملفيه. ماشي. رقائق الملفيه. ودي مانجا بس كده. وانت مكسرات هيبقى مكسرات بتاعتك. مفيش صوص ولا حاجه يعني. هو لا 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 هو بس كده. والتاني بقى مش عارفه انا. هنشوفه دلوقتي، انا ما عنديش فكره عنه قوي. في ايه؟ مش عارفه، تعبان شويه برضو. دي هو برضو رز بلبن. وايه ده؟ رز بلبن وحاطين عليه برضو اللي هي الرقائق بتاعه الملفيه. وفي لوتس. حاطين لوتس سبريد. وحاطين ده تقريبا بسكوت لوتس ومكسرينه. تقريبا برضو كده. يعني حاطين لوتس سبريد وحاطين لوتس بسبوسه. كنت اقول لك بسكوت مكسر. احنا مش نفايق. معلش ريحه اللوتس ضربت في مناخيري مش قادره. ما يهمكيش. بس فهم دول اللي معانا اهو. التاني وريهم. وري الشباب اللوتس عامل ازاي. شكله مغري بصراحه، شكله جميل. فاحنا قررنا ناكل بمعالق الاطفال. فهنبدا نجرب كده ونشوف الكلام بيقول ايه. نحط المكسرات. حط يا باشا المكسرات يا باشا. حط يا باشا المكسرات. كده احنا حطينا المكسرات اهو على اول واحد هنجربه اللي هو ايه. مليان قوي. والله شكله جميل. ده برضو كان صوره الشيف شربيني عندهم على فكره. هو اصلا حاطين صورته عليه. لا والله. يعني تروحي هناك عاملين المنيو بورد كده، وده مش موجود في المنيو، محطوط صوره الشيف شربيني وهو ماسكه قال لك ماشنكاح. كان مصوره. بس انا يعني ده انا اول مره اعرفه. ده في حد تاني كان محطوط صورته برضه بيه. بس انا مش فاكر بقى الصراحه يعني. بس فخلي ده دلوقتي. ماشي اوكي. نبدا في الاولاني. ماشي اوكي. اتفضلي. سمي كده ودوقي. بتاع ده بسكوت ده بيتكسر بسهوله. بوظ مننا اصلا والله. البسكوت ده يعني صعب يعني. جامد. ما هو كده بهدل الدنيا خالص كتير قوي. هو عامل ايه؟ ده اول حاجه في الريفيو اصلا مش عجباني. بس طعمها حلو. انا عايز اخد واحده كامله بس ايه بالمانجا والبسكوت. المانجا حلوه مسكره مش حادقه والله. لانها مش اوانها يعني. لا حلوه مش حادقه. ما تطلعي بقى يا مانجا.
بس مش وحش يعني. هو الكوكتيل على بعضه مش واو قوي يعني. انا بالنسبه لي احنا كنا عملنا قبل كده، اللي كان عمله قبل كده كان اسمه ايه؟ قنبله. لا قنبله. بس بصراحه يعني مش حاساه قوي. انا مستغربه الملفيه مع الرز بلبن والحاجات دي. صح. ببلع. ماشي انا كل بقى حاجه عايزه مانجا. بصي بامانه، المانجا حلوه، الرز بلبن حلو. ده بقى يعني انا تايه في المعلقه يعني لما باكله مع، يعني انت لو خدته مانجا بمكسرات برز بلبن بالملفيه ده نفسه. بس هو كان هو يتاكل لوحده هو حلو طازه، مش عجينته مش وحشه. لا هو مش طري، هو مقرمش وكل حاجه. بس انا لما باكله في مجمل المعلقه طعمه بيتوه. انا بص، انا حاسه ان التركيبه مش ماشيه مع بعضها. بس هو كمانجا، المانجا حلوه مسكره، المكسرات حلوه طازه، مش هو دايما عنده المكسرات مش اللي جميله هي بصراحه مجلده. دايما. الرز بلبن طبعا ما فيش فيه كلام، بس هو الميكس مع بعضه غريب. ودي كام من 10 بالنسبه لنا؟ لا ممكن 7.5. 6 من 10. لا ليه؟ عشان التركيبه بس، مش عشان الطعم. تركيبه غريبه شويه. مبسوط بيه يعني. بس ده انا عندي امل في اللوتس. ده طعمه تاه فعلا مع طعم المكسرات الغني، القرمشه، طعم المانجا طاغي. بس انا كنت متوقعه ان المانجا طراوه تطلع طراوه الرز بلبن الميكس كله لو اخدتوه بقكم كله مره واحده بما فيهم الملفيه ده نفسه، مع ان هو لوحده حلو، بتلاقي ان طعمه بيتوه جوايا. هو 6 من 10 دي مش ان هو وحش، بس ان هو الميكس غريب شويه مع بعض. بس هو لا، هو في مش وحش لكن يعني. كل حاجه لوحدها. الرز بلبن حلو جدا. طبعا احنا عملنا قبل كده ريفيو كذا مره عن حاجات بلبن، مش اول مره يعني. الرز بلبن بتاعه حلو جدا، المكسرات بتاعته طازه، مش اللي هي مجلده. صح، مش المكسرات حلوه قوي قوي. والمانجا مسكره، مش حادقه خالص. لا المانجا نوعها حلو. الملفيه لوحده حلو برضو، مش وحش. بس هو شغال. الميكس بس ايه غريب شويه. يلا بينا على اللي بعده. نحضر التاني ونرجع لكم. النوع التاني اللي هو مشنكاح. صح، مشنكاح باللوتس. والله شكله حلو قوي. طب انت عارف بقى، انا متوقعه ان اللوتس هنا هيخلي البتاع ده ملوش حل. هو برضه في نفس البسكوت صح؟ ايوه ملفيه برضه نفس الملفيه يعني. هو بس هما شايلين المانجا وحاطين لوتس. يلا سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. نستنى بس نكسر البسكوت. بس انا ما البتاع ده ما بيبوظ. لا ما هو ده مش هيبوظ، هو خلاص. هي المانجا هناك كانت بس ماليه الطبق شويه. هما مقطعين برضو قطع مانجا كبيره، مش مستخسرين. ويعني لا انا برضو في حاجه يعني ممكن يكسروا الملفيه ده اصغر من كده شويه.
عشان هو لما بيجي يتكسر يعني انا هاخد الحته الصغيره دي. انا توقعته لقيته. ايه حلو. خد معلقه حلوه. ما هو معلقه حلوه شامله كل حاجه. شامله كل حاجه. شوف اللوتس هيعمل فيها ايه. ده احلى بكتير. انا قلت لك ايه، كنت دقت انا ما دقتوش اول مره ادوقه، بس قلت ايه اللوتس هيخلي طعمه فظيع. الله خلى طعم الملفيه اصلا جامد قوي. والله انا ذويقه يا ابني والله. ايه ده ايه كل اللي لا جامد قوي. بس هو بس يعني معلش يا بلبن كنت محتاج تزود لنا شويه رز بلبن في الطبق ده. ليه فيها؟ مش مطلعه انا رز بلبن، بدور عليه تحت غطسان. يعني محتاج يزود سيكه رز بلبن كده. لا لذيذ. لذيذ عن التاني بصراحه يعني. عالمي والله فعلا عالمي. بس هو كان محتاج يتزود شويه رز بلبن والله فعلا. بص شويه، بص الرز بلبن قد ايه تحت. لا ده احلى بكتير كمان. هو تقريبا حاطط لوتس مبشور زي البسكوت ده بشره كده، وحاطط الصوص بتاع اللوتس كمان. يمكن التاني لو كان حاط له صوص، اي صوص بقى، صوص مانجا، صوص حاجه كده، كان ممكن يعمل شغل تاني احلى. لان البسكوت بتاع الملفي او العجينه بتاعت الملفي نفسها شربت من الصوص بتاع اللوتس ده، فبقى طعمها حلو. يعني احنا بناكلها طعمها جميل، وهي العجينه حلوه بصراحه، ولسه برضو بتقرمش وحلوه يعني لسه اصلا بتقرمش وحلوه. صوتها حلو. حلو قوي. وبرضو المكسرات تحفه. اللوتس اللي بيستعملوه طعمه حلو قوي. لا ده بالنسبه لي احلى من ده. انا ده يعني 10 من 10. يعني مش 9. لا عجبك انت؟ لا هو مش وحش بالنسبه لي، بس برضو اديله 9 عشان خاطر ايه؟ الرز بلبن قليل. يعني ايه، مفيش يعني حبه صغيره خالص. بس هو في المجمل لا ده يعني انا لو هختار اروح او تروحوا تختاروا هاتوا مشنكاح اللوتس ده اللي بيحب مشنكاح لوتس. مشنكاح لوتس هو سعره 35 جنيه سواء ده او ده، يعني اي حاجه فيهم ب 35 جنيه. شو لهم بس عايز مشنكاح. حجم واحد صح؟ هو حجم واحد. خش بس كده اقول لهم 2 مشنكاح لو سمحت. عايزين 2 مشنكاح. ايه مشنكاح ده بقى معروف ما هو عليه اسامي غريبه بصراحه. حضرتك هتاكل ايه؟ احنا عايزين نحلي. هتاكل ايه؟ مشنكاح. يعني هي بتبقى ماشيه كده بس. حلو قوي ده طعمه حلو. بس انا هاخد دي. بس احنا بنحاول ان شاء الله على قد ما نقدر ان احنا اي حاجه جديده بيعملها اي حد ان احنا نروح نجيبها ونصورها. وان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى احسن لينا وليكوا وللقناه ولكل الناس. وان شاء الله استنونا في فيديوهات جايه بقوه. احنا راجعين بقوه قوي. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بس فيا رب يكون الفيديو عجبكم فعلا. بلبن لغايه دلوقتي حاجته كويسه، ما قابلناش معاه حاجه وحشه. جدا. المكسرات من اول ما فتح اول فرع ليه هنا في القاهره لغايه اللحظه اللي احنا معاكم فيها دي دلوقتي، المكسرات طعمها تحفه. عمرها ما جلدت معانا مره. الحاجه بيحطها فريش فعلا. هو كده عامه اصلا لما بيجي يعمل الحاجه هو بيبقى مجهز الاطباق بتاعت الرز بلبن دي، وبيبدا يحط عليها بقى الاضافات اللي انت محتاجاها. ما تبقاش الحاجه معموله جاهزه ومتخزنه مثلا في الثلاجات ويطلعها لك على طول، لا هو بيعملها قدامك فريش عشان تاخديها على طول. فحتى زي ما بقول لكم ده طازه وبيقرمش. المكسرات كويسه طازة. جدا. الصوص مخدوم حلو. يمكن كان هنا محتاج يزود بس فعلا الرز بلبن فالكميه تكبر شويه. بس احنا لو هنقول قيمه مقابل سعر سعره حلو برضه، معقول مش وحش، خصوصا ان هو بيستخدم الخام بتاع اللوتس ده، وده دلوقتي غالي. الناحيه التانية كان من وجهه نظري الشخصيه ان هو لو حط صوص مثلا يطعم اللوتس، يطعم الملفي بيه فيشرب منه كده يبقى طعمه احلى.
لان هو لما اخدنا معلقه على بعضها فيها كل حاجه الطعم تاه بتاع عجينه الملفيه نفسها. بس في المجمل برضه هو مش وحش، بس انا لو هختار لوتس بصراحه. ولو هختار اكتر، يعني لو هختار اكتر، لو كنتوا اتفرجتوا على الفيديو اللي احنا عملناه اللي هو كان القنبله تقريبا. افتكر اسمها والله. يعني كان في فيديو احنا عملناه اللي هو كان بقى فيه بسبوسه بقى وبتاع. انا من هواة البسبوسه والحاجات دي. انا ما شافش الفيديو ده. كان برضو بتاع الشيف شربيني. بتاع الشيف شربيني، كمين الشربيني. ايوه يا ابني. كمين الشربيني كان كمين الشربيني. ايوه ده كان بقى، انا بالنسبه لي ده كان جامد قوي، كان عظمه، لان انا بحب بقى البسبوسه. كان عظمه وقشطه. وانا من النوع ده قوي. حلو قوي فعلا. وايس كريم. اللي ما شافش الفيديو بتاع كمين الشربيني بسرعه يروح يشوفه، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك، واللي ما عملش لايك يا ريت يعمل، واللي ما عملش كومنت مش هنقبل اقل من 4-5 كومنتات في المره الواحده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله فيديوهات كتير جايه وريفيوهات كتير جايه في مطاعم كتيره فتحت. واحنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا كل يعني فتره كده نروح نعمل ريفيو لمطعم، سواء حلو او حادق، فطير، بيتزا، برجر، الكلام ده كله. وان شاء الله نعرفكم ايه الاماكن اللي ممكن ناكل فيها، ولو هناكل فيها نختار منها ايه. كان معكم محمد سليم وإيمان في يوميات سليم وإيمي. باي باي.